السلام عليكم. انتهت لجان الحصر اللي كانت مكلفة من محافظ اسكندرية تطبيق للنصوص القانون 164 لسنة 2025 بشأن عقود الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون طبعا اللي احنا كلنا عارفينه وكنا منتظرين نتائج لجان الحصر. لجان الحصر كانت مهمتها تقسيم المناطق داخل المحافظة لمميز ومتوسط واقتصادي، ولجان الحصر ما كانتش مهمتها ان هي تحدد الإيجار، لكن مهمتها ان هي تحدد المناطق بالشكل ده فقط. وبالشكل ده فكان القانون اصلا ناصص على تحديد الاجره بناء على هذا التقسيم والتحديد. لذلك صدرت خلاص القرارات وحددت المناطق ايه المميز وايه المتوسط وايه الاقتصادي، وهيتم حساب الاجره الشهريه بناء على المناطق اللي بالشكل ده. فانت هتشوف منطقتك ايه هتعرف منها الاجره اللي انت هتدفعها. فانت مثلا لو انت مكانك في المنطقه المميزه فهتكون حساب الاجره بالنسبه لك الأجرة الحالية اللي أنت آخر أجرة أنت بتدفعها هتضربها في 20 بحد أدنى 1000 جنيه. فلو مثلا أنت بتدفع 100 جنيه في الشهر هتضربها في 20 لتصبح إيه 2000 جنيه، يبقى هتدفع ال 2000 جنيه. لكن لو أنت مثلا بتدفع أجرة شهرية كانت أقل من هتوصل أقل من ال 2000 جنيه، هنعتبرها مثلا وصلت 800 جنيه أو 900 جنيه، لا هتدفع ال 1000 جنيه، يبقى الحد الأدنى 1000 جنيه فيما فوق. ونفس الحسبة هتبقى بالنسبة للأماكن المتوسطة، ولكن هتكون بحد أدنى 400 جنيه وهتضرب في 10. يعني لو الأجرة الحالية بتاعتك 100 جنيه أنت بتدفعها وأنت تبع المناطق المتوسطة هتضربها في 10 لتصبح إيه 1000 جنيه. ولكن انت الاجره في الاماكن المتوسطه لو ضربتها في 10 وطلعت اقل من ال 400 جنيه لا انت هتدفع ال 400 جنيه. وبالنسبه للاماكن الاقتصاديه هتضرب الاجره الحاليه او اخر اجره انت كنت بتدفعها في 10 بحد ادنى 250 جنيه. يعني لو 250 جنيه او فيما اعلى من ال 250 جنيه هتدفعهم. لكن لو ضربت الاجره الحاليه في 10 وطلعت اقل من ال 250 جنيه لا هتبقى ملزم بدفع ال 250 جنيه. ولكن في نقطة هنا لازم ناخد بالنا منها. الحسبة دي المفروض هتدفع انت الإيجار من ابتداء من شهر 9. طبعا المستأجرين كانوا من شهر 9 لحد النهاردة كانوا بيدفعوا 250 جنيه بشكل مؤقت، والقانون كان قايل كده ان انت هتدفع 250 جنيه لحد ما اللجان تنتهي من عملها. فانت هنعتبر ان انت عليك الآن أجرة اتحددت 1000 جنيه، فانت هيبقى ملزم ان انت تدفع ال 1000 جنيه ابتداء من شهر 9. طيب انت دفعت 250 جنيه، يبقى في فرق كام؟ يبقى في فرق 750 جنيه المفروض هتدفعهم مع الأجرة الجديدة. يعني عليك 4 شهور في 750 جنيه المفروض تدفعهم على أقساط مع ال 1000 جنيه الجديدة اللي انت هتدفعها ابتداء من شهر 1 وشهر 2. وطبعا القانون ما حددش ولا القرارات حددت انت هتدفع الاقساط دي ازاي. يعني انا هنفترض المؤجر رفض استلام الاجره او ما بعتلكش ايصال عشان ياخد الايجار، مين هيحسب فرق الاقساط او مين هيحدد القسط؟ يعني انا هدفع مثلا 1000 جنيه، طيب وعليا اقساط من الشهور اللي فاتت، ال4 شهور اللي فاتوا المفروض هدفعها مع ال1000 جنيه. طب انا هدفع كام مع ال1000 جنيه عشان اعوض الاقساط؟ ولا اتذكر في القانون ولا اتذكر في القرارات تحديد لمثل هذه الامور. وده يدل ان اللي اصدر القانون اصلا واللي اصدر القرارات دي كانت بطريقه عشوائيه جدا ومش واضحه، وفي حاجات كتير مش مفهومه جدا. وتنفيذ القانون اصلا انت هتنفذه ازاي؟ وفي حاله رفض المؤجر لاستلام الاجره، طب انت لما هتعرض عليه الاجره هتدفعها ازاي؟ والاقساط دي هتدفعها ازاي؟ كل ده مش واضح وكل ده مش مفهوم. واحنا في انتظار ان احنا تصدر قرارات في هذا الشأن. وهعيد وازيد تاني ان القانون ده قانون ظالم وغير دستوري وغير قانوني، وهيؤدي لمشاكل كبيرة جدا. ومفيش حاجة اسمها ان انا اصدر قانون لحساب ناس على حساب ناس تانية. لازم اننا نصدر قانون لازم يكون عادل، وما يكونش لحساب فئة على حساب فئة اخرى. تاني حاجة ما ينفعش ان انا اصدر قانون واطبقه باثر رجعي. ما قلناش ان انت ما تعدلش القانون، عدل القانون وعدل الاجره وعدل كل حاجه، لكن ما ينفعش تحسبها باثر رجعي على العقود اللي فاتت، لكن تحسبها على اللي جاي. ما ينفعش اصدر قانون النهارده احاسب ناس عملت تصرف قانوني من 50 60 سنه واطبق عليه قانون باثر رجعي من 50 60 سنه. ده كلام غير قانوني وغير دستوري. واحنا يعني الف ب قانون اتعلمناه في الكليه ان القانون يصدر لا يجوز تطبيقه باثر رجعي. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل والقرارات اللي هتصدر في هذا الشأن، خصوصا مع موضوع القسط الشهري. لكن انا حبيت اوضح ان ابتداء من الشهر ده هيكون كل مستأجر
مطالب بحساب الأجرة الجديدة، مش ال 250 جنيه اللي كان بيدفعها، وعليه 4 شهور طبقا للأجرة الجديدة المفروض هتدفع اقساط مع الإيجار الجديد.